أنت مفكّر عشان أنت بتتفرّج بس على فيديوز المِنَح كده أنت هتتقبل في أي scholarship؟ الإجابة باختصار إن هو لأ، مش كفاية. أول شيء إزيكم، وحشينّي جدًا، عارفة إن أنا مختفية بقى لي شوية للناس اللي متابعيني، لو أنتم لسه أول مرّة تشوفوني، أنا عالية، سافرت دلوقتي 18 دولة وأنا لسه في الجامعة. أنا كنت بادئة الcontent وأنا مسافرة 14 دولة، فأنا سافرت 4 دول جداد في الآخر شهرين دول، وأنا كنت حابة أفرّجكم جدًا أنا عملت إيه وأنا هاعمل content ده وأوريكم على الفيديوز. بس أنا حابة أتكلّم في الفيديو ده عن إن أنا على طول باشوف خصوصًا الaudience بتوعي خصوصًا هنا، إن هُم بيحبّوا بس يتفرّجوا على الفيديوز اللي فيها معلومات أو فيها مِنَح. بس حاجة ساعدتني وحاجة ساعدت ناس كتيرة سافرت وخدت scholarships هي الvisualization. يعني إيه؟ إن أنتم تشوفوا الحاجة بنَفْسكم، مش بس تتفرّجوا على فيديوز مِنَح، أنا عايزاكم تتفرّجوا على ناس عملتها فعلًا. يعني تتفرّجوا على الفيديوز اللي أنا هاعملها بعد كده وأنا مثلًا باتكلّم عن فنلندا، أنا عملت إيه في فنلندا. بجد واتفرّجوا على ناس تانية، أنا عايزاكم تشوفوا الناس دي عملت إيه، عايزاكم تشوفوا الدول وتشوفوا نَفْسكم وأنتم بتحققوا الحلم ده، مش بس تشوفوا بس كلام علمي. الكلام العلمي حلو، الكلام النظري حلو، بس عايزاكم تحققوا ده، عايزاكم تروحوا تسافروا بجد زي ما على طول باقول لكم الفيديوز ابدأوا small steps، ده اللي أنا بدأته. دي ظاهرة خدت بالي منها في الengagement حتى عندي مع الناس، فلأ أنا حبيت أتكلّم في ده عشان أنا عارفة إن أنا مختفية بقى لي فترة، بس أنا خلاص رجعت لكم. يعني هاحكي لكم عن طريقة سفري، أنا باسافر كده حرفيًا يعني عملت trip كده 10 أيام، رُحت من مدينة لمدينة، لدولة لدولة، سافرت بالباص، سافرت بالفيري، اللي هي المركب. هاكلمكم بجد، هاكلمكم في فيديوز طويلة، هاكلمكم في فيديوز قصيرة، فأنا متحمسة جدًا. بس مش بس تتفرجوا على content بس بيتكلم عن المنح أو حتى عن الشغل بس، لأ شوفوا الناس اللي بجد حققتها، شوفوا الناس وهي بتسافر إيه اللي بيحصل، شوفوا بعد كده. لازم وأنا صغيرة كنت باتفرج على ده، يعني حتى وأنا صغيرة كنت باتفرج على منح للmasters وأنا لسه حتى أصلًا ما كنتش خلصت ثانوية. ما تنسوش تعملوا لي follow لو عجبكم المحتوى اللي أنا باقدمه.